مساء الخير. هو واضح يا جماعة إنه بقى المطلوب من الحكومة إنها تلم أي فلوس بأي شكل من الأشكال، وإلا هتعلن إفلاسها رسمي. أنا مش عارف بصراحة اللي بيحصل في وزارات الحكومة اللي مش عارفة راسها من رجليها دي اسمه جنان ولا سعار. هو تقريبا الاتنين مع بعض. واضح إن الوزارات بتاعت الفواتير ولم الفلوس بطريقة مباشرة من المواطن، زي وزارة الكهرباء اللي بتلم فلوس الكهرباء، ووزارة الري اللي بتلم فلوس المية، ووزارة البترول اللي بتلم فلوس الغاز، واخدين أوامر مشددة بنفخ المواطن ماديا لغاية ما يبان له صاحب. والله ملهاش تفسير غير كده. امبارح نزل خبر على موقع المصري اليوم بعنوان تحذير عاجل من الشركة القابضة للكهرباء لأصحاب الشقق المغلقة والوحدات المصيفية. بصوا أنا هقرا لكم الخبر بالنص. الخبر بيقول: تتابع شركات توزيع الكهرباء موقف العدادات التي لا تسجل أي استهلاك لفترات طويلة، خاصة في الشقق المغلقة والوحدات المصيفية، وسط إجراءات تستهدف التأكد من الاستخدام الفعلي للعدادات والتعامل مع الحالات غير المستغلة وفقا للضوابط المنظمة. وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر تحذير إلى أصحاب الشقق المغلقة والوحدات المصيفية بشأن ترك عدادات الكهرباء دون تسجيل استهلاك لفترات زمنية طويلة، مؤكدة أن استمرار العداد دون استخدام فعلي قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات وفقا للقواعد المنظمة. وأوضح مصدر مسؤول بالشركة أن شركات توزيع الكهرباء تواصل أعمال المتابعة الدورية للعدادات التي لا تسجل أي استهلاك لعدة أشهر متتالية، سواء الموجودة داخل الوحدات السكنية المغلقة أو العقارات والوحدات المصيفية. لذا فإن هذه المتابعة تستهدف التأكد من وجود استخدام فعلي للعدادات والتعامل مع الحالات التي تظل دون استهلاك لفترات ممتدة في إطار ضوابط تشغيل واستخدام عدادات الكهرباء المعمول بها. كما أن استمرار العداد دون تسجيل أي استهلاك لفترة طويلة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تشمل رفع العداد واستبداله. لذلك يجب على أصحاب الوحدات غير المستخدمة لفترات طويلة متابعة موقف عدادات الكهرباء الخاصة به والالتزام بالإجراءات والقواعد التي تحددها شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم، تجنبا لاتخاذ أي إجراءات تنظيمية بشأن العداد. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى أهو عدد من الأسئلة يعني. أولهم: هو مين اللي بيحط الرولز دي؟ والسؤال التاني: هل اللي بيحط الرولز دي إنسان طبيعي زينا عنده جمجمة كده جواها مخ ولا حاجة تانية؟ السؤال التالت: هل اللي بيحط الرولز دي بيتم إجباره إن هو يضرب له قرش حشيش ولا كذا سجارة بانجو قبل ما يحط الرولز دي؟ السؤال الرابع بقى والأهم: هل صدرت الأوامر بإدخال نص الشعب المصري مستشفى المجانين؟ كلها أسئلة طبيعية جدا محتاجة إجابات محددة عشان نبقى عارفين راسنا من رجلينا. ما هو اللي بيحصل ده جنان رسمي فعلا. يعني سي مثلا أنا مواطن مصري عندي شقة وبشتغل في إحدى الدول، فالطبيعي إن أنا بقفل شقتي وأسافر، وبالتالي مش هيبقى فيه استهلاك كهرباء طول مدة سفري، شهور بقى، سنة، سنتين، الله أعلم. إيه الجريمة اللي أنا ارتكبتها عشان أتعاقب برفع العداد بتاعي؟ ولا المفروض إن أنا أسيب لكم لمبة منورة طول السنة عشان تستهلك كهرباء؟ طب افرضوا اللمبة اتحرقت، هيبقى إيه موقفي في الحالة دي؟ ولا إيه رأيكم أوصي حد من الجيران يبقى يدخل يقعد في الشقة يومين 3 كل شهر عشان العداد يشتغل، عشان خاطر سواد عيونكم طبعا. وطبعا بناء على تعليمات الشركة أنا ممكن أرجع من السفر وأدخل الشقة ألاقي الشركة العبيطة دي رافعة العداد، وأفضل أنا قاعد في الضلمة وأندم إني رجعت بلدي، وأكره كمان اليوم اللي رجعت فيه، وأسيب البلد وأرجع تاني للبلد اللي أنا شغال فيها، عشان أسيب بلدي طبعا للاجئين اللي انتوا شغالين بمنتهى السرعة في مشروع التوطين بتاعهم. يعني العالم الفشلة دول قاعدين يفكروا بس إزاي يخلوا عيشتنا سواد عشان نكره بلدنا. الحكومة دي بتضغط على المواطن بكل الأشكال اللي ممكن تخليه ينفجر، ومش هيبقى ساعتها باقي على حاجة خالص. واضح تماما انكم بتدفعوا الشعب المصري بمنتهى القوة انه ينزل الشارع،
وساعتها الدنيا هتتطربع على دماغ الكل. على فكرة انتوا حكومة عايزة تخرب البلد بأي شكل، يا اما انتوا مش عارفين بتعملوا ايه بقى. كل يوم، لا مش كل يوم، ده كل ساعة ولا ساعتين بتطلعوا علينا بسحن بلهاء وقرارات غبية مستفزة تخلي الواحد يطلع من هدومه. ما هي لو البلد اتخربت لا هيبقى في فلوس تتلم ولا شعب يتحكم ولا دولة أصلا. وبعدين عشان تعرفوا إن الحكومة دي من أولها لآخرها مش عارفة راسها من رجليها، تبص تلاقيهم عمالين يصرفوا على إعلانات في جميع القنوات، يقول لك اطفي النور اللي في الأوضة اللي أنت مش قاعد فيها، والآخر يقول لك بيتكم منور بيكم. وفي نفس الوقت يقول لك لو العداد ما عملش استهلاك هيترفع. زي بالظبط احنا مش لاقيين ناكل، احنا مش لاقيين نعلم، احنا مش لاقيين نعالج، وفي نفس الوقت نرحب بجميع اللاجئين ونعمل على دمجهم وتوطينهم في المجتمع اللي مش لاقي ياكل. مش بقول لكم انتوا هتتسببوا في ان نص الشعب المصري يتجنن رسمي؟ احنا بقالنا سنين على الحال ده، شغالين على نظام الحاجة وعكسها. ايه اخرتها انا مش عارف. تعالوا نشوف بعض اراء المصريين في المزايا اللي مش عايزة تخلص دي. واحد بيقول يبدو ان بقاء اي مسؤول على الكرسي اصبح مرهونا بتارجت شهري معين من الافكار اللي تجيب فلوس، عشان كده بتلاقيهم بيتسابقوا في الابداع في كل الوزارات والهيئات والمصالح، غير مكترثين لبديهيات العقل البشري والإنسانية والرحمة، وتحولوا لزعماء عصابات. بيعملوا كده في عداد الغاز فعلا، مع انه كارت لقيتهم موقفينه. رحت اطلب ان هو يشتغل، لقيت الرصيد اللي فيه مسحوب، ودفعني كمان 680 جنيه متأخرات، وبيقول لي فرق ضريبة. ده طبعا غير مبلغ الشحن الجديد اللي دفعته، يعني تقريبا 1400 جنيه مقابل استخدام البوتاجاز لمدة أسبوع في السنة. على فكرة شركة المية عاملة مشكلة للشقق المقفولة من زمان. لو العداد لشقة مقفولة ومفيش سحب بيعتبروا إنك بتسرق المية وبينزلوا فواتير مبالغ فيها. وحد ابن حلال نصحنا لما كنا مسافرين إننا نبعت حد كل شهرين يشغل المية شوية عشان يسحب الحد الأدنى للاستهلاك وتنزل فاتورة عادية. ده بدل ما يرشدوا استهلاك المية. مش بقولكوا العالم دي ماشية الحاجة وعكسها؟ هو ده مستوى تفكير المسؤولين في الدولة، جهل وعدم دراسة أي قرار. ده اسمه ابتزاز، وللأسف ده بقى طبيعي لأننا مواطنين مستباحين. ده ايه القرارات الجميلة دي؟ مين الجهبذ اللي بيفكر واللي بيقرر أن تطبق القرارات دي؟ ولا عشان تسحب العداد ويرجع يتظلم ويدفع تاني وهي فلوس تدخل لكم؟ دول اللي متحكمين في مؤسسة زي الكهرباء في مصر. مين الأهبل اللي فكر في الفكرة دي؟ 12 مليون مغترب ينزل نص اجازته يجري ورا عداد جديد ومقايسة عشان يرجع الكهرباء؟ على فكرة في تعليقات مليانة شتيمة للركب، بس أنا طبعا اخترت أكثر التعليقات احتراما قدر الإمكان. على فكرة الحكومة كلها بسم الله ما شاء الله غريبة الأطوار، لا بيفهموا في السياسة ولا الأمن القومي ولا أي نيلة منيلة بستين نيلة خالص. ده حتى وزير الأوقاف اللي اسمه مسمى الأزهري كل يوم يخلي المشايخ بتوع الوزارة يبوسوا إيد سعادته ويستباركوا بيها. تلاقي شيخ طول بعرض كده، وأنا مش عايز أقول أكتر من كده، جاي من بعيد، وأنتوا عارفين أسامة الأزهري ميني كده وحجمه صغير، يروح مدلوق على إيده المباركة ويقعد يبوس فيها. الراجل مسكين مش واخد باله من موقعه كوزير يا جماعة، وإن ده منصب سياسي. فاكر نفسه في أيام العالمية بتاعة الأزهر. والله ما افتكرتش إن أنا بوست إيد حد في حياتي إلا خطيبتي الأولانية، وبعدها خطيبتي التانية اللي بقت بعد كده مراتي. أصل الخطوبة الأولانية ما كملتش يعني الدنيا ماشية كده بالبركة في الإدارة الرشيدة دي. تيجي زي ما تيجي. هم من يوم ما سحبوا ضعف الغاز من حقل ظهر ودمروه وقابلوا حقل رشيد، وأنا مش متفائل خير بيهم.
خبراء الغاز يقولوا لهم علميا مش هينفع، يردوا عليهم يا عم اتكل على الله، احنا بتوع علم برضه، احنا ربنا ادانا البركه. وده احنا برضه لسه ماشيين على نفس النهج اللي مش عارفين هيودي البلد على فين. كل يوم بيعدي على الحكومه دي في موقعها بيزيد الخراب خراب اكتر للاسف. بالمناسبه انا كنت في الفيديو اللي فات اتكلمت عن موضوع كنسله الاقامات للمصريين اللي شغالين في الامارات، وانهم لقوا اقامات 3000 مصري وهم في اجازاتهم او لسه موجودين عندهم. ادي واحد منهم بشحمه ولحمه هيقول لكم ايه اللي حصل. صباح الخير. للأسف عندي خبر مش حلو خالص. أنا صحيت من النوم النهاردة. أنا طبعا الناس اللي عارفاني عارفة إن أنا بجدد في الإقامة عندي بقالي شهر النهاردة أو شهر وأسبوع، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الإيميل جه النهاردة إن للأسف الإقامة غير قابلة للتجديد، مش هينفع فيها تجديد. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا راضي طبعا، اي نعم زعلان ان انا هسيب الامارات وامشي، لكن رب هنا رب هناك، واللي بيرزقنا هنا هيرزقنا هناك. انا طبعا الموضوع فيه تفاصيل كتير مش هنحكيها دلوقتي، لان انا عارف ان في ناس قاعده بقالها فتره اصلا بتصيد للحته دي، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله احكي لكم على التفاصيل بعدين يعني. المواطن المصري في هذه الحقبة الذهبية بقى مستباح جوه بلده وبره بلده كمان للأسف. الإماراتية معذورين على فكرة، ما أنت كمواطن دولتك نفخاك جوه، عايز الدولة التانية تقدرك وتعمل لك اعتبار، أما أنت عجيب والله. ربنا يفرجها بقى من عنده. المهم أنا عايز أعرف رأيكم في قرارات شركة الكهرباء برفع العدادات غير المستخدمة لمدة كذا شهر، واعرف برضو رأيكم في موضوع بوس ايد أسامة الأزهري وزير الأوقاف.